يعني ما راح ياخذ من عندك اكثر من تقريبا ساعه اذا اول مره حتقراه. بس اخذ من عندنا محاضرتين، لان انا فسرت تفسير كامل، اعطيتك الملاحظات، اعطيتك كل شيء يخصه، فانت ما راح ترجع تقراه. يا طلابنا، الملاحظات والمحاضرات اللي بدنا نعطيها، بعض الطلبه يقول هي اسلاميه يعني تحتاج محاضرات. اي نعم تحتاج، مرات قد يجيب لك السؤال بيفت فيك ما يجاوبه الا الطالب المجتهد، وصارت بسنه من السنوات تصير هيك حوادث. فانت من تشوف المحاضرات راح اختصر عليك بالمستقبل تدور على الاسئله، راح اختصر عليك تلقى محاضرات، اختصر عليك تقلب بالملازم، اختصر عليك تدور بالاسرار الوزاريه ممكن تستنزف من وقتك. هاي كلها بدي انطيها لك بالمحاضره. يعني تحمل هاي الساعه، شوف هاي الساعه، ها عيني، حتى ما شاء الله الاساتذه يتوسلون بالطلاب، شوفوا هاي الساعه، ضبطوا هاي الساعه، وبعدها مباشره ارجعوا لملازمكم، اقرأوا ملازمكم. انت راح تكون ملم بالملاحظات كلها، فانت لا تصفن بالمحاضره، لازم يكون بالك وياي امامك بهذا الشكل. هذا الكلام اللي دا ذكره ترى كلش مهم. يعني الطالب اللي ما جاي يشوف المحاضرة، واللي ما جاي يتابعها، واللي ما جاي يسجل هاي الملاحظات، فالصراحة يعني ممكن يجي سؤال مفاجئ ما يعرف شلون يجاوب. فانت احضر المحاضرة، يعني قد تاخذ من وقتك 40 دقيقة 50 دقيقة، افهمها المحاضرة، دروسها وفق اللي انا ذاكره، حتى شي يجيك من السؤال تكون انت ان شاء الله جاهز له.